السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. أنا ماما نونا، والنهاردة هحكيلكوا حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية علمني طفلي. تعالوا نشوف يا ترى حازم هيعلمنا ايه النهاردة، وهو ليه كان زعلان، وايه اللي بعد كده فرحه. تعالوا نشوف إحنا هنتعلم منه إيه. يلا بينا يا حلوين. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولا شطور اسمه حازم، كان بيحب ماما وبابا كتير وكان بيسمع الكلام. حازم يا حبايبي دايما كانت ماما معوداه إن هو أول ما يسمع الأذان يروح يتوضى زي ما علمته ويصلي كمان في المسجد. وكان دايما محبوب من اللي حواليه لأن هو كان هادي وكان بيسمع كلامهم، وكمان لما أي حد بيطلب المساعدة كان بيساعدهم. وكمان كان مجتهد جدا في دراسته وكان بيخلص كل واجباته ويذاكر علشان خاطر يبقى من المتفوقين. في يوم من الأيام حازم حس بتعب في بطنه جامد جدا. راح قال لماما يا ماما يا ماما أنا بطني بتوجعني. راحت قالت له من إيه يا حبيبي؟ قال لها مش عارف. قالت له طب أنت أكلت حاجة؟ راح قال لها لا يا ماما أنا ما أكلتش حاجة في المدرسة، أنا أكلت الأكل اللي أنت اديتهولي بس. راحت قالت له خلاص يا حبيبي إحنا هنحجز عند الدكتور وهاخدك ونروح نكشف عليك. فعلا ماما خدت حازم وراحت عند الدكتور، وهي في العيادة لقت إن دورها لسه بدري عليه. اضطروا إن هما يقعدوا ويستنوا. وهما مستنيين يا حبايبي وقاعدين، حازم طبعا كان شطور جدا وقاعد هادي مع ماما. وبعديها بشوية الأذان بتاع المغرب أذن. حازم بص للي حواليه علشان خاطر يرددوا الأذان، مفيش حد فيهم ردد الأذان. راح هو قال مع المؤذن الله أكبر الله أكبر، وكمل الأذان للآخر يا حبايبي. لقوا إن هو قاعد بيقول الأذان فراحوا قالوا هما كمان. وبعد كده يا حبايبي قال الدعاء بتاع كل أذان اللي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته. وبعد كده قال لماما يا ماما يا ماما لو سمحتي تعالي وريني فين دورة المية. قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها أنا عايز أتوضى علشان أصلي. قالت له طب يا حازم معلش خلينا لما نروح ابقى اتوضى وصلي يا حبيبي وانا هبقى اصلي معاك. قال لها لا يا ماما، مش انت علمتيني ان اول ما اسمع صوت الاذان لازم اروح اتوضى واصلي؟ قالت له ماشي يا حبيبي بس لما نروحوا بقى وخلاص. قال لها يا ماما لو سمحتي يلا تعالي خديني. وكان الناس اللي حواليهم قاعدين بيبص عليهم ومستغربين جدا ان طفل كده صغير ومواظب على الصلاة وعايز يصلي الوقت في وقته. راح بصلهم كده وقال لهم هو انتوا مفيش حد فيكم هيقوم علشان خاطر يتوضى ويصلي؟ قعدوا يضحكوا ويقولوا له ماشي يا حازم ما هو احنا لما نروح البيت هنصلي. راح قال لهم لما تروحوا البيت ما ينفعش كده، اللي بيشفيكم هو ربنا سبحانه وتعالى. ودلوقتي الأذان أذن، المفروض تقوموا تتوضوا وتصلوا. وسابهم ومشي حازم وراح هو اتوضى يا حبايبي. وراح واحد شافه وراح قال أنا هقوم أتوضى معاك يا حازم. وراح اتأثروا كلهم يا حبايبي بكلام حازم وراحوا كمان كلهم يتوضوا. حتى النساء اللي كانت موجودة راحت هي كمان اتوضت، وطبعا ماما حبيبته قامت واتوضت. والممرضة كمان لما شافتهم كلهم عملوا كده قامت هي كمان. لكن الدكتور نده عليها وقال لها امال فين العيانين اللي جايين يكشفوا؟ مفيش ولا واحد ليه دخلني لغاية دلوقتي؟ قالت له يا دكتور أصل هم سمعوا أذان المغرب وقاموا كلهم اتوضوا وهيصلوا، وأنا كمان قلت أروح أتوضى وأصلي معاهم. قال لها ماشي قول لهم يستنوا عشان أنا كمان أقوم أصلي معاهم.
اشمعنى انتوا يعني تاخدوا الأجر والثواب وأنا لأ؟ راحوا فعلا كلهم يا حبايبي اتوضوا وبدأوا الصلاة، وحازم كان مبسوط جدا جدا من اللي هو عمله، علشان هو طبعا اللي كان السبب في إن هما يقوموا ويتشجعوا ويصلوا المغرب في وقته. وده كانت قصتنا النهاردة يا حبايبي، قصة حازم الشطور. عايزين كلنا نبقى زيه احنا كمان، ونواظب على الصلاة بتاعتنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. مع السلامة.